انت شايف ان رئيس نادي الزمالك ينفع يكون اهلاوي؟ مش هينفع، لا. طب ايه المشكله يا عم؟ انتوا مش الزملكاويه مش نافعين؟ على الاقل والله يبقى في منافسه. اهم شيء عندي ان مرتضى يختفي خالص من الوجود. والله الناس اللي بتفهم يعني الزملكاويه ما ينفعش طبعا، ما ينفعش مثلا انا كواحد مشجع زملكاوي اروح امسك نادي الاهلي. مفيش حد بيفكر يبقى زملكاوي يا ابني، اي حد نضيف هيبقى زملكاوي. مين في مصر مش اهلاوي؟ عندك عمرو دياب. هي كان معروفه، واحد يقول لك انت اهلاوي، يقول لك لا ما بعرفش في الكوره بس انا اهلاوي. الناس اللي بتفهم اهلاويه. اهلاوي؟ زملكاوي. انت إيه نسيت ولا ايه؟ اهلاوي. انا اهلاوي طبعا. طب انت شايف تعيين رئيس اللجنه الثلاثيه راجل اهلاوي؟ لا طبعا احنا محدش موافق بالكلام ده، ان هو بتبقى لجنه اللي عندنا ماسكه الزمالك يبقى راجل اهلاوي وعضو نادي الاهلي كمان. طب ايه المشكله يا عم؟ انتوا مش الزملكاويه مش ما نافعين؟ ينفعش طبعا، ما ينفعش مثلا انا كواحد مشجع زملكاوي اروح امسك نادي الاهلي، هي ماشيه كده كمواطن زملكاوي وهو بيحسبها كده، مش هيبقى ماشي بالطريقه الصح لينا. طب ما يمكن مثلا ناس في مصر شايفه ان الزملكاويه مش عارفين يديروا فجابوا حد اهلاوي. والله ايه؟ عشان يعرف يركب النادي. يركب النادي ازاي؟ ايوه، ما هو هيقعد على الكرسي. اه صح. فكده يبقى بس يبقى احنا راكبينهم كاداره وراكبينهم كرياضه عاديه برضه، كماتشات كبطولات بقى، كان كره قدم، تنس، بينج بونج، اللعبه الطايره، كل الكلام ده. صح. والله بص، ما باخدش كلام واحد بيبقى اهلاوي، يعني الواحد ما بيعرفش يرد على واحد اهلاوي ان هو ما بيفهمش كوره. دي بتبقى معروفه. لا اي راجل اهلاوي فوق راسي، بس من الاخر كده كاهلاويه ما بيفهموش كوره. ليه بقى؟ هي كان معروفه، واحد يقول لك انت اهلاوي، يقول لك لا ما بعرفش في الكوره بس انا اهلاوي. يقول لك طب مين واقف عندك في الجون؟ طب تعرف مين؟ ماشي، بس عشان الاهلي هو اللي بيفرح المصريين عامه. طب ماشي، مش كحكايه ان الاهلي يفرح المصريين، يبقى مثلا كدوله تقف جنب الاهلي عشان يفرح المصريين. بص يا صاحبي، هي دي حاجه اصلا عندهم من زمن الزمن، يقول لك فاهم ان الاهلاويه كلها ما بتفهمش كوره ومش عارف. يا عم احنا ناس ما بنفهمش كوره، وانت ابو المفهوميه وابو الهندسه بس بتكسبه. ورينا بقى بتكسب ازاي؟ انت ما خدتش ولا بطوله، مش تلعب افريقيا، يعني عندك بلاوي كتير. واحد زي ده تيجي تساله السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها انت كنت فين، يقول لك انا كنت في المركز الثالث والثاني. يعني ما حدش سمع حسهم غير السنه دي بس. طب ماشي، انا كنت مركز ثالث وثاني وخدت افريقيا. ماشي خدت افريقيا، ان افريقيا دي مثلا دي اخرك، دي اخرك في افريقيا. تاخد كدوري محلي ككاس مصر. طب انت مع قرار رحيل مرتضى منصور؟ تمام، انا مع قرار مرتضى منصور اللي هو يمشي، وانا كنت من اول الناس، كان معايا زمايلي برضو في الكلام ده، بس عشان جه في الاخر مثلا كملفات وقعت منه، كاسرار لعيبه طلعت بره، كان لعيبه كتير مثلا كان يسيبوا النادي بسبب الاداره الماليه، كان ما فيش فلوس، كان بيقعدوا 3 شهور. كاول واحد كمدرب اللي هو كان المفروض انت اول واحد مثلا تنسقه وتشتغل معاه، كان يقعد 3 شهور ما يقبضش. كان نيجي في ملف امام عاشور، تمام، مثلا الملف بتاع امام عاشور ما كانش موجود لما اللجنه جت بعديه، يعني حاجات كتير وقعت منه. كل الكلام ده وارد يا باشا، كل الكلام ده وارد. انت عندك نادي بيقول لك ازاي السبعه اكبر من التسعه، يعني محتاج ايه تاني؟ يعني انت محتاج ايه تاني يا جدعان؟ يقول لك السبعه ازاي اكبر من التسعه، هو ترتيب دوري. كشخص زي ده مثلا هو جنبي بقى سامع بيب بيب بس مش سامع بيقول ايه. ما شاء الله على عمرك. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي طبعا. انت شايف ان رئيس نادي الزمالك ينفع يكون اهلاوي؟ ينفع اكون اهلاوي؟ اه. احنا كده مين في مصر مش اهلاوي؟ لا كده بس احنا نادي الدوله، احنا عايزين نطور من الكره المصريه شويه، فاهم؟ احنا كده مش شايفين زملكاوي بتقدم من الكره المصريه بحاجه، فاحنا قلنا نتدخل يعني انت عشان كده عيل بارد. انت عشان كده شايف ان تعين رئيس نادي اهلاوي؟ عادي يعني، بس ايه المشكله؟ يعني انت ينفع ان حلمي طولان يمسك الاهلي؟ لا طبعا. ليه؟ عشان احنا نادي الاهلي، نادي المبادئ، كده نادي الزمالك عادي يعني. صباح الفل. عندنا يمسكوا مرتضى منصور النادي، يعني مش هيمسكوا اهلاوي، ده يبقى شرف ليهم يمسكوا اهلاوي والله. لا والله، بس يعني انا شايف، انا من وجهه نظر انا شايف ان من وجهه نظرك كزملكاوي انت ينفع كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك؟ يعني رئيس نادي الزمالك ده حد يبقى لازم يكون محترم بامانه. انا ما كنتش شايف مرتضى منصور ينفع رئيس نادي الزمالك، وما مسكش سنه ولا 2، ده مسك فتره طويله جدا. بس انت كاهلاوي انت مع تعيين رئيس نادي لنادي الزمالك اهلاوي؟ عادي جدا، عادي. والله يبقى في منافسه، على الاقل والله يبقى في منافسه. انت شايف ايه يابا؟ ان شاء الله. ايه على ايه؟ انت شايف ان ينفع لرئيس النادي الزمالك يكون اهلاوي؟ عمره حياته ما هيحصل. لا حصل. فين ده؟ ما تعين الاستاذ حسن البنان رئيس نادي الزمالك. شغال ايه؟ وزاره الشباب والرياضه لما مشي مرتضى المفروض عينت واحد. اهم شيء عندي ان مرتضى
يختفي خالص من الوجود. ليه بقى؟ ما اعرفش، خانقني كلها سيديهات. كل ما يتكلم واحد يقول له سيدي 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 سيدي، انا خايف تكون عاملين سيدي الثاني يا عم. انكم زي العسل. اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. ايه ده، في ايه؟ اهو. مالك فرحان ليه كده؟ كان مبسوط. ليه؟ فخر يعني ان انت زملكاوي. لا يا راجل. والله الناس اللي بتفهم يعني زملكاويه. الناس اللي بتفهم اهلاويه، مفيش حد بيفكر يبقى يا زملكاوي. ابني اي حد نضيف هيبقى زملكاوي. لا مفيش حاجه عندك اسمها. عمرو دياب. فرج انت مين اهلاوي؟ ناس كتير اهلاويه، اسال مين مين اهلاوي الناس؟ هتلاقي كل محمد الشارع ده منير. كله اهلاوي. حسن شاكوش. محمد منير. كله اهلاوي. ايه سعد الصغير. سعد الصغير اهلاوي. سيبك من سعد الصغير، بس نص الشعب، 3/4 ماشي. الشعب اهلاوي. ما هو الناس اللي بتفهم مش كتير، الناس الراقيه مش كتير. بتكسبوا على كده؟ مش شرط المكسب كل حاجه، انت عارف ان في تفرقه اللي هو مثلا ايه ما بين الاهلي والزمالك. انت اتحاد الكوره بيسيب لك كتير حاجات كتيره يعني. ماشي، بس ما يكونش بدرجه التحفيل بتاعتك دي. طب كل استنى شويه بس، ابو هو 3 يا ابو 3. اتحاد الكوره بيسيب والاتحاد الافريقي برضه بيسيب. بيسيب. الاتحاد الافريقي بيسيب مش بيسيب. هفهمك انا حاجه دلوقتي. هو الاهلي معظم اللي في اتحاد الكوره اهلاويه، فهم ايه مش بيسيبوا قوي، بس هو ايه بيبقى التحيز اكتر للاهلي، فاهم؟ يعني اللي هو ايه ممكن يتعفي من ان هو لعيبته تروح المنتخب كلها. انت الزمالك عندك ماتش عندكش ماتش، يلا عادي مالناش دعوه، فاهم؟ هو الزمالك في حد كده. منه بيروح المنتخب اساسا؟ انت عندك نص راح المنتخب كام مين واحد بقى يعني؟ مين؟ عندك زيزو وفتوح وروقه وروقه ودونجا، صح؟ اي كلام. ماشي، بس مش بيروحوا. عارف انت بيقنع نفسه. ايوه صح. بيقنع نفسه على اي حاجه. ده دونجا ما بيلعبش في الزمالك. بس مش في المنتخب. طب استنى، انت شايف تعيين حسن البنان رئيس لنادي الزمالك او رئيس اللجنه الثلاثيه ده ينفع؟ لا انا حاسس ان هم هو بص احسن من مرتضى وكل حاجه، بس حاسس ان هم ايه بيعيدوا نفس الفكره من الاول، اللي هو برضه هو اهلاوي في الاصل، محدش هيبقى روحه على النادي، فاهم؟ هو اللي محتاج نادي الزمالك اللي حد يمسكه يبقى حد روحه على النادي عشان يبقى في منافسه بين الاهلي والزمالك. بعيدا عن ان انا بقول ان الاهلي متحيزين ليه، بس الاهلي الاداره بتاعته اداره ثابته، ان هو انت عندك استقرار في النادي. يعني عندك بيبو ما بيتدخلش في، فاهم، في تفاصيل اللعيبه. انت عندك حد في الزمالك عشان يمسك كده مثلا محتاج حد نضيف، يعني حد من اللي كانوا بيلعبوا كوره ناس نضيفه. عايز مثلا حسن شحاته، حد من اللي هو فاهم كبار في السن، ان هم يبقوا قدام بيبو الاثنين نفس نفس الدماغ، بس فيعرفوا يوصلوا لحاجه، يبقى في تنافس حلو في نادي الزمالك. طب لو والأهلي. حسن شحاته مسك الزمالك هيعملوا حاجه؟ بصراحه لا، هي مفيش حاجه هتتغير. ليه؟ برضه انا اقول لكم يا ابو 3 يا ابو 3، مفيش حاجه هتتغير، فاهم؟ ماشي، خلاص بقى ما التراث. بتكلمش على حوار التحفيل، لعب مكسب وخساره. ما انا فاهم، بس مش في انديه كتير ما يكونش على خسارة طول على مش طب خساره ماشي، على ما احنا طول. بنكسب، واحنا الكلام ده احنا ما بنكسبش، هو موسم واحد. انا واخد الدوري قول لي السنه اللي فاتت كده واللي كم مره قبلها. كسبت؟ انا واخد منه. انت كنت مركز كام السنه اللي فاتت؟ كام؟ كنت مركز ثالث. بس انا انت كنت واخد الدوري السنه اللي فاتت واخد وسنة. افريقيا هو الراجل. ماشي، واخد افريقيا، ما ده اللي انا بتكلم فيه. انت عندكش استقرار في النادي. انت عندك هنا بيجي يتغير المدرب في، يعني زي مثلا مشي اسمه ده، مشي كارتيرون مره ومشي فريرة، بيبقى كله في مطوشه مهمه. راجع المطوشه هتلاقي في ماتش مهم للزمالك. يعني انت من الاخر الراجل ده انت مش عايز منه حاجه؟ لا مش عايز منه حاجه. عايز حاجه من الراجل ده ولا ماشيه؟ حد يواس حد من زملكاوي؟ ايه؟ حد يواس حاجه من زملكاوي؟ يا عم ده الراجل الراجل ماشي على راسي وكل حاجه، بس مش بالعقل ده خالص. يقول لك ان هم ايه بيسيبوا المطوشه في اوقات كده مهمه. بيسيبوا. يبقى ما بقولش. الفكره مش في الناس اللي الفكرة ماسكه في مين؟ النادي، الفكره رئيس في اللعيبه النادي. نفسها. هو اللعيبه نفسها اللي بتمشي المدرب ولا مش رئيس النادي؟ بتمشي المدرب تمام، بس هي اكيد لعيبه بتعرف تلعب. طب استنى، انت شايف موضوع امام عاشور ازاي؟ امام عاشور انا عارف ان امام رايح الاهلي من قبل ما يمشي. لا مش موضوع الاهلي خالص ولا هو الزمالك. يمشي، مرتضى هو عقد اللي امام ممشيه. عاشور فين؟ مرتضى هو اللي ممشيه اصلا. ايوه عقده فين بقى؟ قعدوا فين بقى دي حاجه مش بتاعتي، بس انا اللي اعرفه ان مرتضى هو اللي ممشيه. يعني انت جه كذا بيان طلعوا من كام يوم اللي هو نسيبه والناس دي، قال لك ان هو كان متقال له ان هو يروح الاهلي بعد ما يرجع، والواد رفض. بس هو لما رجع هنا مفيش عرض غير الاهلي وبيراميدز، فانت هتروح ايه؟ اهلي ولا بيراميدز؟ بس انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. طب انت شفت تعيين رئيس اللجنه الثلاثيه لنادي الزمالك، عرفت ان تعين راجل اهلاوي؟ لا ما كنتش اعرف، بس لسه عارف من شويه يعني. طب انت شايف الموضوع ازاي؟ مش هينفع، لا يعني مش هينفع عشان ما حدش هيحبه اصلا في النادي هناك، هتعمل مشكله كبيره يعني، وبين الناديين بالذات برضه. مش هينفع يبقى واحد اهلاوي قاعد في نادي الزمالك برضه ماسك حاجه، ولا ده هيحبه ولا ده هيحبه، فاهم؟ بس يعني ده رايي مش اكتر. يعني انت كاهلاوي شايف ان وجود الراجل ده داخل نادي الزمالك كان قرار خاطئ؟ اه